في واحد الحي من احياء جده كاين قصر واقف بوحدو مهجور، واخا هو ساكت فالسكوت ديالو كيغوت باحداث مرعبه وقعت فيه. الناس ديال دوك الحي ملي كيكونوا دايزين من حداه كيحاولوا انهم ما يشوفوش فيه واخا غير بالغلط، ماشي خوفا من الحيوط ولكن خوفا من شنو ساكن ورا ديك الحيوط. قصر ريم، قصر ما بقى فيه لا صوت ديال الضحك ولا ريحه ديال الحياه، كاين غير الظلام واسرار مكتومه تحت الجدران، واللي كيدخل ليه يا اما ما كيخرجش يا اما كيخرج مبدلين فيه بزاف ديال الحوايج، ما كيبقاش هو نفس الشخص اللي دخل ليه في الاول. قصر ريم ماشي غير دار قديمه، بل هو لعنه وحكايه مرعبه وسر كبير. فشنو وقع في هذا القصر باش يتحول من دار فخمه لقبر ديال الرعب؟ وعلاش كلشي اللي كيدخل ليه يا كيختفي يا كيخرج ماشي هو؟ وشنو هو السر ورا الساعه السادسه مساء واللعنه اللي كتجدد كل عام؟ وشكون فعلا كانت ريم؟ واش ماتت ولا مازال كتمشي بين الزوايا ديال القصر؟ هاد الاسئله وكثر غنجاوبوا عليها في حلقتنا اليوم. فقبل ما نكملوا ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه الا كنتوا باقيين ما مشتركينش، وديروا لايك الا كان كيعجبكم هذا النوع تاع الحلقات، وكما العاده اذا درتوا هادشي كامل خلينا نبداو. قصر ريم كيتعتبر اخطر وارعب القصور اللي كاينين في مدينه جده بالسعوديه. قصص بزاف داروا عليه، كاين اللي كيصدق هذه القصه وكاين اللي كيكذبها، ولكن الحقيقه بقات غامضه، حتى واحد ما عارف شنو كاين بصح تما. اما الحي اللي كاين فيه داك القصر كيسموه الناس بحي الجحيم، يمكن حيت القصر كاين فيه ولا يمكن كاين شي سبب اخر اخطر ما عارفينوش. فالقصه كترجع لعام 1975. القصر كانت عايشه فيه عائله غنيه ومحبوبه في الحي كامل، كان فيها الاب والام وبنتهم الوحيده ريم. البنت اللي كانت مدلله بزاف، وهذا الشيء اللي خلى والديها انهم يسميوا القصر على سميتها. كل شيء كان بخير حتى جا داك النهار اللي غيتغير في حياتهم للابد. مع ديك 6 ديال العشيه ريم غادي تدخل دارهم وهي هازه في يديها موس، وجهها والملامح ديالو كانوا مبدلين بلا ما تهضر. هجمت على والديها وبدات كطعنهم حتى فارقوا الحياه، ولكن ما وقفاتش هنا، قطعت الجثث ديالهم الاشلاء وحطاتهم في اكياس، ومن بعد طلعت للسطح وبدات كتغوت وكتعيط على الناس ديال داك الحي حتى تجمعوا كاملين تحت القصر. وقفات قدامهم بكل برود وعاودات لهم شنو دارت لوالديها بالتفاصيل، ومن بعد ما سالات قالت لهم كنحضركم ما يدخل حتى شي واحد لهذا القصر مهما كانت الظروف. ومن بعد هذه الجمله طعنت راسها بالموس وماتت وسط الذهول وخوف كل سكان ديال داك الحي اللي كانوا كيشوفوا فيه. فالناس عيطوا للبوليس، ومن بعد مده قصيره حضروا القصر وبداو كيقلبوا وسطو حتى لقاو الاشلاء ديال الام والاب. ولكن المفاجاه المرعبه هي ان جثه ريم ما لقاوهاش. قلبوا بالنهار بالليل بالاسابيع وبالاشهر وبلا فائده، بحال الارض شقات وبلعاتها. ومن بعد شهر تسد الملف ديال القضيه، حيث ما قدروا انهم يوصلوا حتى شي دليل على شنو وقع تما، واش فعلا ريم هي اللي صفتها لوالديها ولا كانت شي حاجه اخرى وقعت. وفين هي الجثه تاعها اللي قالوا الناس انهم شافوها طعنات راسها. فالرعب ما غيساليش هنا. في عام 1976 يعني من بعد عام من الحادث بداو الناس والجيران كيسمعوا صوت غريب خارج من القصر، وهذا الشيء مع الساعه السادسة بالضبط، نفس الوقت اللي وقعت فيه الجريمه. الصوت كان مرعب بحال نواح ولا صراخ كيتعاود بنفس الطريقه كل نهار. هذا الشيء خلى الناس يقتنعوا ان القصر ولا مسكون وخاصهم يهدموه. داروا طلب للسلطات وبالفعل جاهم الجواب بالموافقه، ولكن نهار جاو العمال ديال الهدم طاحوا 3 منهم سخفانين بلا اي سبب، فهزوهم بسرعه وجابوهم للمستشفى. ولكن المفاجاه انهم كانوا ميتين وكلهم ماتوا بسكته قلبيه، وهذا الشيء وقع مع الساعه السادسة تماما، هذه الساعه اللي كتفكرنا في نفس الساعه اللي ماتت فيها ريم ووالديها. ومن ذاك النهار القصر تزادت السمعه تاعو بانه قصر ديال الجن، والناس ولات كتخاف انها تقرب ليه ولا حتى تشوف فيه. فمن بعد هذا الشيء بداو كيخرجوا قصص بزاف على هذا القصر، بحال القصه ديال صفا بنت الفقيره اللي كانت عندها ام واب واخوه، وكانت هي البنت الوحيده عند عائلتها. وفي واحد النهار وهي راجعه من المدرسه تخاصمت مع واحده من صحاباتها واللي كانت سميتها جود. هاد البنت اللي سرقات من صفا الصاك ديالها ولاحتو ليها وسط الحديقه ديال قصر ريم. صفا كانت خايفه انها تدخل، ولكن كانت خايفه اكثر من امها الا رجعت للدار بلا الصاك ديالها، فتشجعت ودخلت، ولكن ما عاوداتش خرجت. صحاباتها بداو كيتسناوها تخرج، ولكن ملي تعطلات عليهم مشاو كلهم وخلاوها تواجه المصير ديالها. فمنين والدين صفا تعطلات عليهم بنتهم سولوا صحاباتها واش شافوها وفين اخر مره تفارقوا معها. فصحابات صفا قالوا لهم بانها دخلت القصر ديال ريم، وهنا الوالدين ديالها تجمد لهم الماء في الركابي حيت عارفين مزيان شنو كيوقع اللي كيدخل قصر ريم. اتصلوا بسرعه بالشرطه ودخلوا للقصر كيقلبوا عليها، ومن بعد مده من التقلاب وسط القصر لقاو اخيرا صافا، ولكن كان سخفان. هزوها وداوها للمستشفى وبقات النهار كامل وهي فاقده الوعي، ولكن من بعد ماتت بسكته قلبيه مع الساعه السادسة مساء. وكاينه قصه اخرى كتدور على 3 ديال الشبان واللي هما علي واحمد وصالح، اللي قرروا انهم يدخلوا القصر من باب الفضول والمغامره. مشاو مع 11 ديال الليل وقفوا قدام الباب الكبير، لقاوهم ما مسدوش مزيان، فدخلوا وكل واحد فيهم حس بالقشعريره كتمشي في لحمه. احمد بدا كيقرا الاذكار بصوت خفيف، ولكن الخوف كان كيزيد مع كل خطوه كيديروها داخل القصر.
ملي طلعوا في الدروج الباب من وراهم تسد بجد واحد الصوت اللي قوي بحال شي قوه كبيره دفعاتو. الدراري تخلعوا ولكن من تلفتوا يشوفوا شكون اللي سد الباب ما لقاو حتى واحد. كملوا في الطلوع تاعهم حتى وصلوا للطابق الاول. واحد فيهم اللي هو صالح فتح واحد الباب كان مسدود في القصر، فمع حلو كيتفاجئ بواحد البروده كتخبط في وجهه، برد بارد بالرغم من ان الجو كان معتدل ديك الوقيته. صالح وهو مصدوم من هذا البرد، احمد بدا كيبكي بطريقه هستيريه وقال شي واحد حط يده في ظهري، ومن الخوف والرعب سخف. صالح بدا كيعيط على علي باش يعاونو، ولكن علي بقى واقف ووجهه ثابت ومرسوم عليه ابتسامه عريضه كيشوف في السقف بحال شي مسحور. فصالح بقى كيحرك في علي وكيصرفق فيه حتى فاق من الشرود اللي كان فيه، وحاولوا انهم يهربوا باحمد، ولكن من وصلوا السياره ما لقاوش المفتاح. فصالح شك بانه بقى في القصر بالضبط في الغرفه اللي طاح فيها احمد، ولكن ما قدروش انهم يرجعوا باش يهزوه، وخرجوا كيمشوا على رجليهم حتى وصلوا لدار صالح. في وسط الطريق كانوا كيسمعوا خطوات كتتبعوا، ولكن حلفوا بانهم ما غاديش يتلفتوا وراهم ويشوفوا شكون كان. فاش فاق احمد من بعد ساعه بدا كيبكي وقال لهم شفت داك الراجل اللي حط يده في ظهري، كان كبير في السن وملامحه ما واضحاش، ولكن كان معانا في الغرفه وكيدور معانا حتى هو. فجابوا لأحمد فقيه باش يقرأ عليه الرقية، فبدا القراءة ديال القرآن باش يطرد الشر اللي لداخل ديالو، ولكن أحمد بدا كيضرب الشيخ اللي كيقرأ عليه، ما وقفش حتى استمر الشيخ في القراءة ساعة كاملة. أخيرا أحمد فقد الوعي ديالو، ومن بعد بدا كيبكي وكيقول بغيت غير نمشي لدارنا. فبعض الباحثين كيعتبروا هذا الشيء غير اشاعات، ولكن الناس اللي ساكنين حدا القصر عندهم كلام اخر، كيحلفوا انهم كيشوفوا ظلال ديال النساء كيدوروا في السطح بالليل، وكيأكدوا بان القصر كيضوي راسو بعض المرات بحال شي شموع شاعله بلا ما يكون حد في الداخل. وحتى الكلاب والقطط الضاله كيقولوا الناس انها كتهرب من القصر وما كيبغوش انه يقربوا ليه. واش هذه مجرد تخيلات ولا فعلا الجن ساكنين تماك وكيحميو سر معين مدفون وسط الجدران؟ فحتى اليوم قصر ريم باقي مهجور والناس ما كيقربوش ليه. بعض المغامرين كيصوروا فيديوهات وكيحاولوا انهم يكشفوا الاسرار ديالو، ولكن الاغلب كيخرجوا مرعوبين بلا ما يقدروا يكملوا. الغموض باقي كيكبر، واش فعلا ريم تقتلات؟ واش روحها باقي مربوطه بالقصر؟ ولا هادشي كامل غير اسطوره تخلقات باش تخوف الناس من دخول المكان مهجور؟ فالجواب الحقيقي باقي مجهول، ولكن المؤكد ان قصر ريم غادي يبقى واحد من اكثر الحكايات الغامضه والمرعبه اللي كتدور في السعوديه، والناس ما غاديش ينسوه بسهوله. فتل هنا اصدقائي كنكون وصلنا لنهايه القصه ديالنا اليوم، وما تنسوش انه ماشي اي باب لقيتوه محلول خاصكم تدخلوا ليه. كان معكم اخوكم بيرون، السلام عليكم.